السلام عليكم. كنتمنىكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم المحنشه اللي كتباع في المخبزات الكبار وبالثمن ديالها اللي كيدير 120 درهم. الا صيبتيها في الدار غادي تطلع لك رخيصه بزاف وكميه كبيره. غادي نعطيكم ادق التفاصيل بشحال غتقام وبشحال يمكن لكم تبيعوها. هي في المخبزات هنا عندنا كتباع 120 درهم. غادي نبداو. اول حاجه عندنا كاوكاو اللي كنشدوه وكنسخنوا الفران على 180 وغادي نديوه نحمروه. ملي كيبدا يتحمر هاد الكاوكاو راه كيطلق ليدام ديالو بلا ما تحتاجوا ديروا ليه الزيت. الا بغيتو ديروا الزيت ديروه، المهم هو راه كيطلق ليدام ديالو. التحمار ديالو ما خصناش نحمروه حتى كيتحمر مزيان حيت مازال تابعوا الطياب. غادي نحمروه نص تحميره حتى كيصبح على هذا الشكل. بالنسبه لهاد الكاوكاو ما كيحتاجش يتخلط باي دهون. عطيتكم الطريقه ديال لي شاف كبار اللي كيكونوا في المخبزات وكيجي معلك وكيجي بنين. هي المحينشه ديال الكاوكاو كتجي احسن من ديال اللوز. كنشدوا هاد الكاوكاو ديالنا غادي نطحنو. حاجه اللي غادي نقول لكم حيت غادي نديروها ان شاء الله بالورقه ديال الفيلو، نقول لكم القياس بالضبط اللي غادي يقدكم في كيلو ديال الكاوكاو. هي من الاحسن الا كنتي بغيتي تخدمي من دارك وتبيعيها، من الاحسن خودي 2 كيلو باش الورقه ديال الفيلو ملي كتاخدي ديك نص كيلو 500 غرام غتقدك في 2 كيلو ديال الكاوكاو. عندنا الفانيلا وهذا والزهر اللي بغيتو غادي ديروا ساشي ديال الفانيلا اولا ديال الزهر. انا درت الفاني ويمكن لكم ديروا الزهر. وعندنا واحد المعلقه صغيره عامره ديال القرفه. وعندنا السكر كيبقى دائما على حسب الذوق. انا كنشد واحد الكاس اللي كنطحنو، غادي نضيف واحد الخنيشه وحده اخرى. وانتم السكر يمكن لكم كيلو ديروا فيه 2 كيسان. حنا ما تنبغيوها شويه حلوه حيت مازال تابعه العسل، كنديروها ناقصه باش كتجي بنينه بزاف. بالنسبه لكم غادي ديروا كيلو فيه 2 كيسان. غنعاود نطحنو حتى كيطلق ليدام ديالو هو باش غيتخلط. غادي تشوفوا معايا كيجي معلك وكيبقى مده طويله معلك بلا زبده بلا حتى شي حاجه، بلا سوائل بلا دهون. هكا كيتخدم. وبالنسبه لهاد الكميه كما قلت لكم الا كنتو بغيتو نويتو باش تخدموا، ها نتوما ملي طحنتو مزيان شو راه جا معلك. يمكن لكم تزيدوا فيهم الا بغيتو المسكه الحره، ولكن هو هكا راه بنين. كاوكاو راه تيجي لذيذ صراحه، كيبغيوه كلشي كيبغيه. ملي كيولي يتعجن لكم بحال هكا ما يكونش ثاني كيتعجن لدرجه بحال خفيف، كيكون على هذا الشكل. بالنسبه لهاد الورقه ديال الفيلو 500 غرام كما قلت لكم في الاول كتهز لينا 2 كيلو ديال الكاوكاو. كتشيط منها 2 ورقات. هاد الورقه كناخذوها ب 500 غرام ب 25 درهم. كنقسموها على 2، ها نتوما كما شفتوا على الطول ديالها، وكنخدموا النصف فقط. ها نتوما غتشوفوا مني كنديروا هاد الكاوكاو كنديروا على شكل حربول، كندهنوا بالزيت فقط. شي بالزيت وراه كتجي محمره ومقرمشه بلا زبده صافي. وكندوروها هانتوما راه نصف الورقه اللي غيقدكم في حربول صافي. وكنحط في الصينيه اولا في اللاطه. كنعاود لكم وحده اخرى باش غتشوفوا مزيان بان نص ورقه. بالنسبه لي انا درت اليوم كيلو ديال الكاوكاو، راه شاط لي الورقه. نتوما الا بغيتو بالضبط غادي ديروا 2 كيلو ديال الكاوكاو
في نص كيلو ديال الفينو، الورقه ديال الفينو نص كيلو، وغتشيط لكم 2 ديال الورقات. اذا الكاوكاو كيدير 30 درهم، 2 كيلو ب 1200 يعني 60 درهم. الفيلو ب 25 درهم. غادي نعطيكم حتى شحال خرج ليا كيلو. دابا نتوما الا درتو 2 كيلو غادي تدوبلو حتى القياس اللي غادي نعطيكم غادي تدوبلوه، والعبار اللي غادي نعطيكم غادي تدوبلوه، يعني غادي تخرج لكم فيها الرباح وكتجي بنينه ومعشوقه الجماهير. بزاف الناس كيبغيوها، كيفضلوا ديال الكاوكاو على ديال اللوز. وكما قلت لكم تتباع 120 درهم الكيلو. الكيلو راه فيها شويه 2 حبات، ولكن الا صيبتها في دارك كيلو ديال الكاوكاو راه تيخرج لينا الخير والبركه. هانتوما كلشي التفاصيل غادي تشوفوهم معايا. صافي كندهنو بالزيت، كنبقاو مستمرين حتى كنكملو هاد المحينشه اللي عندنا. صافي وديك الساعه تديروا القياس وتقطعوا. بالنسبه للقياس انا درت تقريبا 6 سنتيم وقطعت 6 سنتيم. وغتشعلوا الفران على 180، غتدخلوها حتى كطيب لكم من التحت، تشوفوها تحمرات، وزيدوا حمروها من الفوق، قابلوها باش تجيكم زوينه ولون واحد موحد، وكتجي اللون ذهبي فيها تيجي زوين. المهم الحاجه ضروري مني كان هذا خصنا نقابلوها باش ما تحرق لينا، ما تخطف، باش تبقى زوينه محمره من جميع الجهات. هانتوما غادي تشوفوا الطياب ديالها كيف داير. بالنسبه شحال خرجت لي من حبه، خرجت لي 90 حبه. وبالنسبه للكيلو غادي نعبر ونوريكم. وسهله دغيا دغيا في البلاصه غادي تخدميها، ومطلوبه دابا المعسلات مطلوبه. ها نتوما التحميره اللي حمرت على هذا الشكل. وبالنسبه للعسل راه ما كيدارش فيه العسل بزاف بحال بقلاوه اولا دوك المعسلات الاخرين. كنمسحو كنديرو العسل وكنبداو نشيتو عليها كامله بالعسل، باش غادي نديرو فيها داك الكاوكاو اللي تيكون افيلي محمر ومهرمش شويه، كنديروه الفوق، ماشي تكثروا فيها باش كتجي زوينه. ما نقولش لكم الحاجه اللي بغيت نقول لكم، نقدروا نخبعوها في المجمد، ما كيطرى لها حتى شي حاجه. كي تنجبدوها كنلقاوها مقرمشه، ما كتبردش، ماشي بحال الورقه ديال البسطيله، ما كتبردش نهائيا، كتبقى هي. ويمكن لكم تخليوها تاني بلا ثلاجه. السيده اللي كتخدم هاد الحلوى كتخليها بلا ثلاجه، وانا جربتها في المجمد كتبقى مده طويله. كيف ما درتيها كتجبديها واخا تبقى لك عام. صافي كنديروا فيها هاد اللوز الكاوكاو عفوا المحمر. صافي كنزينوها، كنديروا لها ديك الوريقات هكا باش كتجي مقاده، وغادي نبدا نعبر. من طبيعه الحال العبار ديال هاد السوبيرات تعبروا قبل ما تعبروها خاويه، وعا باش ديروا الزيرو باش تعبروا الكميه اللي غتكون. وبالنسبه للتخزين كديروا صف وتعاودوا ديروا واحد الورقه ديال الزبده اولا بلاستيك وديروا صف ثاني، وهكذا كتبقاو مستمرين دائما. الحلويات المعسلات هكا خصكم تخزنوهم، واخا ديروهم في الثلاجه اولا ديروهم في المجمد، فاش ما درتوهم خصهم هكا يبقاو مخزونين. غادي نوريكم شحال خرج ليا كيلو و728 غرام. غادي نتكلم معكم بالزربه اللي بغات تخدم من دارها. 2 كيلو ديال الكاوكاو كيدير 60 درهم، كتزيدي عليه 500 غرام ديال الورقه ديال الفيلو كدير 25 درهم، يعني اللي قامه كلها وداكشي كامل ما كاملاش 100 درهم. وهاد الكميه اللي عطيتكم دابا كتخرج 3 كيلو ونص. وبالنسبه للبيع 120 درهم الكيلو،
حس بها ضربيها في 3.5، يعني غتخرج لكم الخير والبركه. وهاد المحينشه ما فيهاش الوقوف بزاف. وبزاف منكم اللي كيسولوا عليا فين غبرتي فين غبرتي. غبرت غا في المرض، ضربني البرد مزيان اللي نعس فيه واحد الاسبوع. كنتمنى الشفاء للجميع، وما نتمناش لشي حد يكون مريض. كنتمنى لكم كلكم تكونوا بخير وعلى خير وبسلام عليكم. استودعكم الله، الى فيديو قادم ان شاء الله.